همه دولتن یکو آن معامله قرش هاتین بسرمده آباد کرد براتنگی و بکن کما به سرانگ جوان نبه وكروجي هردم نوره قصد شراطي بمرأي خانت بمرأي خانت لا للاحتلال التركي جبوه هر کس گرکه بزنه بکو پیواجوی آشتی کو پیشیا و ایریشه گرتر نه هزه ناف نتویه با و نه جگو گلک بجشته هنه کارتنه من خلاص بکن نه وستایه سکنا ریبرا پو سکنا گلیمه هر چوار پارچه کردستان داد اروپا دا رابوش بیا گو ام یکن دلیمه یکه ایرادا ما یکه اف سکن و سکنا ریبرا پوش گو اف شرب سکناندن و مزدرب لیسره گلی کرد جبر کو مزدره اساسا هدف به قمروه و قرکرنا گلی کرد هدف قمپلان هم نتویه و از ویجی ببجم نه دروج آوا چقدر خطریه دایه اقلیم کردستان جد خطریه دایه و اینها روش عراقی بگهوراندن اگر قون گرکی نتویه هم چه بکن ام کارم پاراستنا کرده تباهی بکن یعنی استراتیجی ما پاراستنی وکری به لهمبر واقر کنا گرکم تکوشینا خود دوام بکن خطریا مازن لسر کرده دوام اول نه لسر روژاواتنه لسر اقلیم کردستان جی دوامه ام گره بپارزن دستکفتی کردان وانه ام گره بپارزن پاراستن ام بکن پاراستن چه ده به حوالو به معتمره که وطنی شد به قنگرنگ نتوی شد به که استراتیجی هر کسی بلی ببه باور بکر اول اگر اف پیواجوه سروک نداره سکناندن قام شلو وقت خسل داد تلك المؤامرة التي شكلت محطة مفصلية في تاريخ الشعب الكردي وكان لاعتقاله أثرا عميق في مسار التحولات السياسية في الشرق الأوسط المعاصر. إن اعتقال القائد لم يكن عملية أسر عادية بل كانت مؤامرة استخباراتية دولية كبرى شاركت فيها قوى مركزية وأجهزة مخابرات عالمية بهدف ضرب الفكر التحرري والنهج الديمقراطي الذي أصبح مصدر إلهام للشعوب المتطلعة إلى الكرامة والحرية. واليوم في ظل التصاعد الهجمات ضد مناطقنا وشعوبنا يتضح مرة أخرى أن ما يجري ليس أحداثا منفصلة أو تطورات عابرة بل امتداد مباشر لتلك المؤامرة التي لم تتوقف تداعياتها وإنما تتجدد بأساليب مختلفة. والعمل على حماية مشروع المجتمع الديمقراطي وثورة روجافا الذي يمثل أمل حقيقي لشعوب المنطقة. ونستنكر وندين استمرار هذه المؤامرة ونؤكد أن جميع أهدافها في كسر إرادة الشعب الكردستاني قد فشلت. إن المقاومة التي يبديها الشعب الكردي في الأجزاء الأربع من كردستان وثورة المرأة في روجافا دليل ساطع على أن فلسفة القائد عبد الله أوجلان أصبحت واقعا حيا لا يمكن القضاء عليها بمشاريع القائمة على إرادة الشعوب. لا يمكن إسكاتها بالقوة. والفكر الذي تحرر من جدران السجون أصبح قوى اجتماعية وسياسية راسخة لن توقفها أي مؤامرة جديدة.